السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسله مطبخ ام نضال. كنقترح لكم وصفه ديال ميني بطبوط اللي يمكن لنا نعمرو بحشوات مختلفه. انا غادي نعطيكم هنا وصفه ديال كيفاش نحضروا ميني بطبوط. اذا في المقادير غادي نحتاجوا 100 غرام ديال الدقيق الابيض الفورس، غادي نحتاجوا 200 غرام ديال الدقيق الاصفر دقيق الفينو. هنا الكميه ديال الدقيق الاصفر كتكون دائما دوبل ديال الكميه ديال الدقيق الابيض. غنحتاجوا السكر، واحد المعلقه صغيره ديال السكر سنيده، الملح، واحد المعلقه كبيره ديال خميره ديال الخبز. وندوزو نشوفوا طريقه التحضير. جميع المكونات في البول وكنخلطوا هاد المكونات، كنجمعوها بالماء دافي وكنعجنوها وكندلكوها مزيان، ثم كنخليوها واحد 10 حتى 15 دقيقه ترتاح. ما عجننا العجين ديالنا وخليناه يرتاح، كنشكلوا منه كرات اللي كنبسطوها مزيان بالمدلك. ثم كنقطعوا دوائر اولا مربعات، يعني الاشكال اللي بغينا وبالحجم يعني اللي بغينا، سواء صغار اولا كبار. كما كتشوفوا غادي نقطع مربعات، يعني غادي ندير ميني بطبوط اللي غيجي على شكل مربع. غادي نقطع دوائر، فكنقطعوهم قطعه دائريه. اولا كنقطعوهم هذه قطعه حتى هي كتقطع لينا يعني دوائر اللي كتكون مقاده، ثم كنخليوهم كنوضعوهم فوق بشي منديل نظيف وكنغطيوهم وكنخليوهم يخمروا مزيان. ما كيخمروا لينا البطبوطات ديالنا، فكنسخنوا مقله اللي كنوضعوها على النار حتى كتسخن مزيان وكنوضعوهم. وهنا كنوضعوهم في الاول كنوضعوهم على واحد الجهه الاولى وكنخليهم تقريبا واحد 2 دقائق، ومن بعد كنقلبوهم وحنا كنلاحظوا انهم كيبداو يتنفخوا، ثم كنعاودوا نقلبوهم باش يطيبوا من جهات بجوج. نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال البطبوط ديالنا.
الشكل النهائي ديال البطبوط ديالنا كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل. طبعا كيكون منفوخ وخاوي من الوسط، فهنا بعد ما كنحلوه كتلقاو على هذا الشكل لانه خاوي من الوسط باش يمكن لينا نعمروه بالحشوات اللي بغينا. وغادي نقدم لكم حشوات اللي يمكن لكم تعمروا بها البطبوط. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه عندكم واشتركوا بالقناه باش توصلوا دائما بجديد وصفاتي وبالصحه والراحه.